السلام عليكم البنات الاخوه الاخوات كاع اللي تيشاهدني على قناتي سعيده تيفي. قلب الكبير كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله. نبداو بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من بعد اعزائي المشاهدين، اليوم بغيت نشارك معكم واحد البسبوسه كتجي غزاله وزوينه بزاف. مهم نخليكم مع المقادير ومع طريقة التحضير. بسم الله، غادي نبداو ان شاء الله على بركة الله. انا عندي في المقادير عندي 2 خمارات، وعندي وحده فاني، وجوج بيضات، كاس ديال عصرة الليمون، كاس ديال الزيت، كاس معامر ديال السنيده، وكاس ديال دانون ديال فاني، والحليب، وقبيصة الملح. وهنا عندي السميد الناعم، سميده رقيقه من النوع الممتاز. المهم انا غادي نبدا معكم في الطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا غادي ناخذ البيض هو الاول، غادي نوضع عليه ان شاء الله السنيده، وغادي نحاول انني نخفقهم مزيان. وسمحوا لي البنات على الاضاءه لان خدمت بالليل، كاش عليا ندير البسبوسه بالليل، ولكن الوليدات لصقوني قالوا لي صيبيها لينا، وكتجي البوله من ورا ظهري ما كتبانش الصوره واضحه كما كتشوفوا. المهم انا غادي نقول معكم المقادير كامله كما شفتوا. انا درت البيض، درت السنيده، درت تقبيصه الملح، وغادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم. المهم انا صيبت هاد البسبوسه بالطريقه ديال الكيك وجات غزاله. انا ديجا دايره معكم بسبوسه ولكن بطريقه اخرى ماشي هاد الطريقه هذه. المهم هاد البسبوسه هذه كتجي بحال الحريشه، ما درتش معها لا كوك لا حتى حاجه. المهم هاد كتجي بالسميد بوحدها، ولكن كتجي طالعه وغزاله، غادي تعجبكم، كتجي كترمل في الفم. المهم كما كتشوفوا نزلت كاس ديال الزيت، وغادي نبقى تنحرك مزيان، تنخلط المكونات. كل ما اضفت مكون كنحاول انني تنخفق مزيان المكونات مع بعضهم. وهنا غادي ناخذ شاصيه ديال فاني، نتوما ديروا النكهه اللي بغيتو، ديروا قشوره الليمون. انا اكتفيت بعصير الليمون، حتى قشوره الليمون تعطي واحد النكهه رائعه في البسبوسه. المهم حاولوا تخلطوا المكونات مزيان مع بعضها. المهم هنا كما كتشوفوا غادي ناخذ دانون فاني. يعني كل ما درتو المكونات اللي كتكون سائله كل ما كتجي القوام ديال البسبوسه طالع وزوين. هنا غادي ناخذ الحليب في نفس الكأس ديال دانون، كاس ديال الحليب بحال هكا كتوضعوه. البسبوسه ضروري كيجي مع الحليب، مشتقات الحليب كتكون كتجي زوينه في البسبوسه. صافي وكتخلطوا مزيان مع بعضهم. هنا من بعد ملي خلطت المكونات غادي نبدا نحط في السميد تدريجيا بشويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت كما كتشوفوا، مع التحريك المستمر. المهم البنات هذا هو القوام اللي حصلت عليه. دابا غادي نضيف الخمارات ديال الحلوى. المهم البنات من بعد ملي دهنتها بالناباج كما كتشوفوا زينتها بهذا الشكل هذا. درت عليها شويه الكوك، درت تزيين ديال الملعقه والفرشيط في الوسط، جات غزاله، عطات واحد المنيضر زوين وراقي. المهم هنا غادي نقطع معكم واحد المورصو كما كتشوفوا، جات عاليه وغزاله وزوينه. المهم والمذاق روعه يا سلام. يعني كنتمنى تجربوها ونتمنى يعجبكم الفيديو. وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسونيش من تعاليقكم الزوينه كيف ديما، وما تنسونيش من لي لايك وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب والناس الجداد. مرحبا والف مرحبا. ما تنسوش الاشتراك وتضغطوا لايك
وتعاليقكم الزوينات كيف ديما. نتلاقاو فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.